النهارده موضوعنا هو سحر التخيل. هل هناك سحر يسمى بسحر التخيل؟ نعم، هناك سحر، نوع من انواع السحر اسمه التخيل، ولذلك هذا ورد في كتاب الله عز وجل في قول الله عز وجل: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هنا حصل لما أجمع فرعون السحرة، استرهبوا أعين الناس، سحروا أعين الناس، خيل لهم الحبال والعصي أنها أفاعي أو تعابين. تمام، وده وارد في كتاب الله عز وجل. طب أعراض سحر التخيل إيه؟ أعراض سحر التخيل أن يرى الإنسان الشيء الثابت متحرك والمتحرك ثابت. يرى الحاجة اللي هي ثابتة بتتحرك، ويرى الحاجة المتحركة ثابتة. تمام، ويرى الصغير كبيرا والكبير صغيرا، ويرى الأشياء على غير حقيقتها. زي إيه؟ زي ما رأى الناس الحبال والعصي إنها أصبحت ثعابين تتحرك. طب بيحدث إزاي السحر بتاع التخيل ده؟ الساحر عليه لعنة الله بيحضر شيء بيعرفه الناس، ثم بيقول العزيمة الشركية بتاعته والطلاسم الكفرية عليه لعنة الله، بيستعين بالشياطين، فتلاقي الناس بيشوفوا الشيء على غير حقيقته، شوفوا الشيء على غير حقيقته. وهذا الأمر بيدبر من الجماعة المشركين والكفر والعياذ بالله لبعض الناس الناجحين في أعمالهم، لبعض الطلاب المجتهدين في دراستهم. تلاقي في ناس يعني أصحاب أعمال، وفجأة كده تلاقي الأحوال بتاعتهم اتدهورت بسبب إيه؟ بسبب سحر زي سحر التخيل. طالب بيكون مجتهد وناجح وبينجح بتفوق، وفجأة تلاقي أحواله انحدرت وأصبح أمره سيء في الفهم والحفظ، لأن أصبح مصاب بسحر التخيل. فسحر التخيل سحر وارد وثابت بالقرآن، ولازم الإنسان اللي بيحس بالأعراض دي إن هو يجري على العلاج، لا يسكت، يسارع على العلاج. إزاي نبطل سحر التخيل؟ يبطل سحر التخيل بكل ما يطرد الشياطين، كل ما يطرد الشياطين. زي الأذان، قراءة آية الكرسي، الأذكار المشروعة في طرد الشياطين، البسملة في كل شيء، البسملة عند الأكل، عند الشرب، عند اللبس، عند كل شيء البسملة. والإنسان يجعل نفسه أكثر الأوقات أن يكون على وضوء. تمام، فالإنسان اللي يصاب بهذا السحر عليه أن يحافظ على صلاته في أوقاتها، أذكار الصباح والمساء. عليه أن يشغل سورة البقرة في البيت أو يقرأها مرة يوميا. وعليه أن يستمع للرقية الشرعية، عليه أن يستمع للرقية الشرعية علشان يتخلص من هذا السحر، وأن يستمع للرقية 3 مرات يوميا لمدة لا تقل عن 3 أيام، وبأمر الله تعالى سوف يتخلص من هذا السحر بأمر الله تعالى. وهذا ما أردت أن أبينه لكم عن سحر التخيل. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.